كنت اشتغل معه انه انا صحيح ابن دولة اسرائيل، صحيح ابن دولة اسرائيل. كنت أعمل عقيد في السلطة في مكتب وزير الداخلية والأمن الوطني الأسبق. عدة اجتماعات حصلت بيننا وبين الجانب الإسرائيلي، كانت بالبداية تهدف لتنسيق الانسحاب الإسرائيلي من مستوطنات قطاع غزة وتنسيق دخول المساعدات من الدول المانحة. كان في تشجيع من القيادة العسكرية لمزيد من جلسات التنسيق الأمني، وهذا ترك انطباع بأنه هذه العلاقة مش محرمة، هذه العلاقة مش محرمة، هذه العلاقة مش محرمة، لأنه كان عندهم بيستندوا أنه في اتفاقية أوسلو بتقضي بتنسيق أمني كامل بين الجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي. تطورت هذه العلاقة من جانب من الاجتماعات الجماعية ما بين السلطة والإسرائيليين إلى علاقة فردية. بعد ما اشتغلت مع الدولة مع الحكومة الكندية، صار بتطلب الأمر إني أدخل معبر إيرز باتجاه مكتبنا في القدس، فاعترضني ضابط مخابرات اسمه نضال، عرض علي أساعده وأنا رفضت، واتصلت مع الكنديين وقلت لهم أنا أبتز وأتعرض لضغوطات، فطلبوا مني أروح، ورفضت، وبالفعل أخذت هويتي وروحت. بعد شهرين قالوا لي احنا حلينا المشكلة واشتكينا لوزارة الخارجية الإسرائيلية، والآن بإمكانك إنك تدخل معبر إيرز. وبالفعل بعدها رحت لمعبر إيرز، فاعترضني مرة ثانية وأصر، ويعني قال لي ما بتقدر تعدي من هون إلا إذا أنت كنت بتساعدنا. وافقت. اللقاءات كانت تتم في معبر إيرز وفي القدس، وفي مرة كانت في كيبوتز نير عام. اعتقلت في سنة 71. بعد حوالي شهرين ثلاثة اجاني ضابط المخابرات وقال لي في انت عليك قضية وراح تنحبس فيها وتاخذ حكم، فايش رايك تشتغل معانا واحنا نرفع عنك القضية هذه؟ وافقت انا. كان اسم الضابط اللي هو الكابتن سمير. قضية ارتباط بال 89 مع الضابط ابو رامي. ابو رامي كان يطلعنا في المنطقة، نحن لأننا ساكنين على شارع البحر، كان يطلعنا عشان نطفي كوشوك وحجار ونقيم، وشافني الراجل فصار يقول لي تعال على المركز بدي اياك تشتغل معنا. قلت له انا بشتغلش معك، انا مش تبع الشغلات هذه. المهم صار يبعث لي اروح اقابل في المركز، يخليني في الشارع طول اليوم قاعد برا لمده 6 اشهر، وبعدين حبسني مده شهرين في انصار. بعد هيك طلعت على اسرائيل حتى ما اشوفوش، طلعت على اسرائيل واشتغلت في علام، ومع التهديد انه وافقت انه اشتغل معهم. كنا طبعا تتم المقابلات في اماكن داخل ال 48، وهناك يقول لك يعني يعطيك الموعد على نوتة، يبقى مسجل هو في النوتة عنده التاريخ ويوم المقابلة والساعة قديش، ويقول لنا سجلوها عندكم في ورقة لا تنسوها، بس عاد ايش يسجلها رموز. صار يطلب مني معلومات عن المطاردين ايام كان فتح، مين في المنطقة، مين بتعرف، مين بطبش احجار، مين كذا، بس يعني زي هيك. فكنت ابلغه يعني انه وين ساكنين، اقول له ساكنين في المنطقة الشرقية، لكن وين مكان او تحديد ما اذهبش ولا اي مكان، ما اروحش على اي مكان. بالنسبة للإشاعات، أنا مرة يعني قال لي بدي تنشر إشاعات حول مرت أبو عمار اللي هي سهى عرفات، عشان المصاري اللي سرقتهم وطلعت فيهم برضه، وأيام شركة البحر، وما شركة البحر هذه اللي عملتها واستغلت الشركة وأخذت الفلوس وطلعت برضه في السيارة عادي، وأنا رايح وأنا جاي. وكان دائما جهاز التلفون دائما كان يبقى مفتوح بيني وبينه على السولار.
هيهم مخبينه في قلب السافيه في رفح وفي خانونس، ولموا كل براميل غزه، كل براميل غزه لموها وحطوها هناك وعبوها بنزين وسولر ومخبينها وطمين عليها. على وبرضه الناس تتفاعل في الكلام هذا، يعني وانت ماشي في السياره مشوار مشوارين ثلاثه بتصير، مش بس انت عندك في السياره، بتصير في السياره اللي راجعه على غزه، اللي رايحه من غزه للشيخ رضوان، اللي راجعه من الشيخ رضوان على معسكر الشاطئ، كله بصير يشتغل، كله بصير يحدد. كنت هذا يعني انا نبشت الموضوع في السياره ومشوار 2 3 اقبل اتكلم بعديها اسكر. على الكهرباء ايام ما انخطف شليط، كيف هذا شليط؟ ايش عملنا شليط؟ ضيع علينا الكهرباء، ضيع علينا، مش عارفين نعيش، خربوا ديار غزه، ايش بدهم حماس من شليط؟ في تجربتي هذه انا اللي عشته صحيح، يمكن هيك الشيطان سوى لي او صور لي حاجه انه انا عايش ايام حلوه، فلوس، ورغم انه يعني قروش بالنسبه للفلوس، قروش، وكل شيء ميسر لك من ناحيه طبعا المخابرات والاسرائيليين، اي حاجه بتقدر انه تطلبها من الاسرائيليين بتجيك، بلبي لك اياها، وهذا كل هذه تصورات كانت يعني لقيتها بعد ما حس الواحد وقبل ما ينحبس كمان فكر فيها انه حاجات زايفه، حاجات زايفه وحاجات يعني شو بدي اقول لك، مش مخزيه وبس، اكثر من مخزيه. وفي النهايه يعني هيك شايف انه دخل الواحد السجن، خسر حاله، خسر اهله، جاب المعرة لاهله، العار، هو يمكن اعدام ويسحب على الروح، او ان راح يموت، ان ما ماتش السنه هذه بيموت السنه الجايه، لكن ايش خلف وراه من سمعه لاولاده، لبناته، لبنات بناته، بيجوا مين سيدها، مين عمها، مين مش عارف مين هذا فلان، وهيك حياتنا يعني. والواحد منا في الحاله هذه قسما بالله العظيم وبقول من كل قلبي بتمنى الموت اليوم قبل بكره، ولا يقعد القعده هذه اللي انا قاعدها اللحظه هذه. لكن كنت احلم في المسكه كل دقيقه وانا نايم في الدار، لما انام ما نامش في الليل. وكان يقول لي انت يد شيلانو هاريشونا في قطاع غزه، وكان بنيلي امال كتيره وبده ينفذ لي حاجات كتيرة، منها بدي أعمل براكس وأجيب بضاعة وأكبر في قطاع غزة بطريقة شوية لا كان يقول لي لا. وأذكر في رسالة خاصة إلى ضباط المخابرات الإسرائيلية، والله لقد تعاملت مع 15 ضابط من ضباط المخابرات، وكانت عقلياتهم كما يقولون فذة، ولكن أقول لكم عقلية أبناء شعبي أفذ من عقليتكم، وقد تمكنوا بفضل الله بكشف كل مؤامراتكم وكشف التفاصيل الدقيقة عنكم وعن شخصياتكم وعن جميع أعمالكم وما تمكرون له. وقد تفاجأت من ضباط مخابرات الأمن الداخلي بأنهم يذكرون معلومات جدا ودقيقة وتفاصيل مملة عن شخصياتكم وعن مشاكلكم الشخصية. فانتبهوا مع من تتعاملون، فانتبهوا مع من تتعاملون، فانتبهوا مع من تتعاملون، فانتبهوا مع من تتعاملون.